ممدوح، ألف 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 مبروك يا ممدوح، ألف مبروك. الله يبارك فيك. ايه ظهرت النتيجة؟ ونجحت بتفوق زي كل سنة يا سيدي. المهم التقدير ايه؟ تقديرك جيد جدا. بعد كل المجهود ده اكيد جيد جدا. معلش يا ممدوح، انا عارفة ان كان املك تجيب امتياز عشان تبقى معيد. على الاقل ابقى مستقر في القاهرة. انت ممثل موهوب واكيد هتفرض وجودك. القاهرة يا نادية هي محور الحركة الفنية في البلد. مفيش فرق بين ممثل قاهري وممثل من الاقاليم. الفرق الحقيقي في الموهبة والارادة. ايوه عندك حق. لا على فكرة انت اخبار نتيجتك ايه؟ سلام، اخيرا افتكرت اني زميلتك في المعهد. انا اسف نادية. انا نجحت يا سيدي بتقدير جيد، بس ومع ذلك ما زعلتش لان الطريق لسه قدامي. قصدك الطريق لسه قدامنا؟ يعني مش جايز بعد ما اتخرجنا تنسى الحب اللي جمعنا 4 سنين؟ معقولة نادية بتشكي في حب ليكي؟ عايزة الحقيقة يا ممدوح، انا ساعات بخاف من طموحك. ساعات بحس انك مش شايف غير نفسك وبس. ما انت عارفة ان كل فنان فيه حتة كده يعني. قصدك تقول نرجسية يعني؟ بس على فكرة بقى، النرجسية دي لو تحولت لسلوك عام ممكن تحطم الفنان وتدمره. هو ده رأي ممثلة المستقبل نادية الحسيني في حبيبها ممدوح. بقى كده برضو؟ إيه؟ طب ما انت عارف ان لولا حبي ليك ما كنت صارحتك ابدا بالحقيقة. لا بالمناسبة انا سمعت ان والدك هيكون فرقة مسرحية. ما انت عارف قد ايه هو بيعشق المسرح. طبعا هتكلمي بابا عني. إيه؟ وحياتك لا تاخد دور البطولة في اول عمل ينتجه. يا رب ربنا يسهل. على فكرة انا مسافر البلد عشان افرح والدتي، وبالمرة اكلمها على موضوعنا. هتتأخر عليا؟ معقول اتأخر عن حبيبتي؟ خايفة جواري ياخدك مني. مفيش قوة في الارض هتقدر تفرق بينا. ألف مبروك يا ممدوح يا ابني. الله يبارك فيك. أخيرا اتخرجت من معهد التمثيل. خلاص يا ام ممدوح، من النهارده لازم حياتنا كلها تتغير. خلاص بعد ما تتعين ابقى غيرها على كيف. انا خلاص هشتغل في فرقة صاحبها مريش قوي. وامتى هتستلم الشغل؟ كلها كام يوم وامضي العقد. يا ريت العقد يبقى عقدين. قصدك يا ام ممدوح